السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. لو اول مرة تشوفي قناتي، انا ام جنى، دي قناتي يوميات ام جنى. بقدم روتينات. النهارده بقى في روتين تشجيعي. بس اهم حاجة اول مرة تشوفي قناتي تشتركي في القناة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط اللايك. لو متابعة من متابعين الامارات هشكرك على اني باخد وقت من وقتك للفيديو بتاعي تسمعي فيه الفيديو يعني. بس طبعا ما تنسيش تشجعني باللايك، مش بس تسمعي الفيديو خلاص. قبل اي حاجه بقى كده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هاتي كوبايه الشاي الجميله بتاعتك او على حسب اي نوع المشروب بتحبيه، واقعدي اسمعي الفيديو الجميل. ولو وراكي بقى شغلانه كده، يا سلام لو شغلتي الفيديو جنبك كده وسمعتيها وقلتي يشجعك كده معايا. ما تقلقيش هسليكي لحد ما تخلصي الشغلانه اللي وراكي. بصوا بقى الاول ان انا المفروض كده ان انا هعمل محشي. ونبتدي بقى نعمل روتين في المطبخ كده جميل. بس بما ان بقى المفروض ان المحشي يعني بياخد وقت. فقلت ايه نحاول نعمل حاجات كده ننجز الوقت. طبعا انا كده حطيت الفرخه تستوي. وطبعا كنت غاليه ميه في الكتل وقلت ايه اسلق الكرنب بسرعه علشان خاطر ما ياخدش وقت بقى، وابتدي ان انا اعمل تسبيكه وكده. وفي الوقت اللي التسبيكه فيه بتسبك ان انا اعمل ايه اي حاجه حواليا كده، بحيث ان انا انجز الدنيا بسرعه. وطبعا لو مش الفرخه دي محطوطه على العين التانية، كان ممكن ان انا ايه اعمل تسبيكه في نفس الوقت. بس برضو زي ما انتم شايفين انا ايدي طول الوقت شغاله. مفيش وقت كمان ان انا لسه بقى اقطع البصل والكلام ده، فقلت اسلق الاول. ولما اخلص ابتدي ايه ان انا اسبك، يعني اعمل صلصه يعني بتاعه المحشي. بصوا بقى انا كده ايه كنت جايبه كرنبتين صغيرين، حاسه اليومين دول كده الكرنب رخص شويه. لان كان عندنا الكرنبايه كانت وصلت ل15 جنيه، اكبر من كده حاجه بسيطه. انا جايبه دول تقريبا الاتنين تقريبا كده ب5 جنيه، مش فاكره الصراحه. آم، فحسيتهم هما رخصوا، والكرنب رخص يعني. كان المفروض ان انا بجيب اكبر من كده، بس عشان هو المفروض ان ابو جنى مسافر وما فيش غير انا وجنى وجودي. جودي اكلتها ضعيفه جدا، وطبعا جنى برضو مهما كان طفله. فاللي هو الكرنبتين دول كانوا كتير. عايزه اقول لكم ان انا عملت منهم يعني الحله اللي فيها السكينه دي حشيتها، وكمان حله اصغر منها. وعملت ايه يعني قلت نعمل واحده بس منهم نسويها تبقى على قدنا، بدل ما يفيض منها ويبقى بايت. هو اصلا الحاجه لو ما اتاكلتش صبحه ما بتتاكلش بايته. فبدل ما تتعمل كده وتترمي، قلت ايه ان انا لما اعمل حله تانية صغننه صبحه تبقى فريش كده، تستوي في نفس اليوم اللي احنا هناكلها فيه، وتكون سخنه كده وجميله، احسن من ان احنا ايه يكون بايت ونسخنه. وبعدين مش هينفع ان هم ياكلوه مثلا يومين ورا بعض، يعني ايه ان انت تعمليه النهارده وتسخني تاني يوم وتاكلي منه، او طقتين ورا بعض. فقلت ايه ان احنا لما تبقى الحله صبحه وتتعمل في اي يوم هي هتتعمل فيه ان شاء الله، حتى فارق يوم يعني يوم او يوم لا، برضه هيكون احسن من ان احنا نعمله ايه ويكون بكميه كبيره. تمام. انا طبعا كده المفروض ان انا هنا ايه شلت القلب بتاع الكرنبايه كده، وابتديت ان انا اشيل ورقه بورقه. يعني انا بحطها من ناحيه الراس كده زي ما انا حطاها. بتخلي الورق كله يفك من بعضه، واقلبها كده وابتدي اشد واحده بواحده، بيتشال معايا بسهوله جدا. اما الكرنبايه دي يعني هي ماسكه في نفسها قوي كده ولفه. لو جيت خلعت الكرنب الورق بتاعها بطريقه تانية غير كده هيتكسر مني. فهو عشان يطلع سليم لازم اعمله بالطريقه دي. تمام. وفي نفس الوقت بقى على العين التانية كنت قطعت البصل وحطيت فيه المادة الدهنية، والمفروض ان انا سايباه بقى كده يتشوح مع نفسه، على كمان ما اعمل الايه الصلصة بتاعته. طبعا المفروض ان انا هطلع الكرنبايه دي، وابتدي ان انا احط بقى البصل على العين التانية عشان عالية شوية، لان العين ديت هادية يعني. بصوا انا المفروض في العادي ان انا لو البوتاجاز مثلا متوسخ او شويه مواعين متبهدلين او كده، قبل ما ببدا الاكل ببتدي ان انا ايه انضف حواليا، عشان ايه حاجه يعني تفتح النفس لحد نفس الواحد كده على ايه على الطبخ والكلام ده، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه كركبه زي ما انتم شايفين في الحوض كده. بس طبعا انتوا عارفين ان المحشي بياخد وقت، فقلت ابتدي ان انا انجز كذا حاجه الاول، وبعد كده ايه ان انا اروق واغسل مواعين والكلام ده هيكون سهل وبسيط. او حتى لو يعني مثلا والتسبيكه بتتسبك والمحشي مثلا بيستوي ومش عارف ايه، اعمل اللي انا عايزاه مش هياخد مني وقت. لكن انا لو عطلت نفسي وابتديت ان انا اغسل المواعين بقى وانضف الرخامات والكلام ده، وبعد كده ابتدي بعمل الاكل، هيكون الوقت اتاخر قوي. وانا كنت عايزه الايه الاكل ده يكون على الغدا، فكنت محتاجه ان هو يبقى ايه في وقت اسرع، يعني نعمل في وقت اسرع.
تمام. بصوا بقى انا المفروض يعني ايه بحب اوقات كتير بكسل ان انا اعمل الطماطم كده في الخلاط. تمام. فكنت بعمل صلصه، بجيب يعني الطماطم كلها كميه كبيره في يوم واحد واعملها صلصه واحطها كيس في الفريزر وبس، يبقى لها فتره خلصانه من عندي. والطماطم يعني حاساها غاليه شويه اليومين دول، مش اللي هي تتعمل صلصه، فاستنى شويه كده لما ترخص وبعدين اجيب كميه. فبصراحه ما بحبش المحشي بالصلصه اللي هي المعلبه دي. باحسها ما لهوش طعم، أو هي بتدّي له طعم تاني. يعني مثلًا ممكن نعمل صلصة من العادية بتاعتنا الطماطم دي، ونحط معلقة أو 2 كده من الصلصة التانية، لكن تبقى كلّها صلصة من برّه، باحس إن هي بتغيّر طعمه. تمام. فقُلت لأ، أمّا أعمل بقى صلصة جميلة من بتاعتنا كده تخلّي طعم المحشي مسكّر بقى وصابح وحلو كده. لمّا بتبقي واقفة بقى وسط تعملي الحاجة بمزاج كده وبنِفس وعايزة الحاجة تطلع حلوة، بتحبي تبدعي فيها يعني، مش عايزة تكروتي كده وخلاص، يالّا اللي هو جبت برطمان صلصة وحطيته وخلاص لأ. توابل بقى كده زي ما انتم شايفين. انا كده حمرت البصل وبعدين حطيت عليه الطماطم دي كان فيها قرن فلفل عشان يدي طعم حلو وقرن شطه كمان حراق يعني. ابتديت ان انا احط ملح وفلفل اسود وكمون. طبعا كمون ده دي خلطه اصلا المحشي. بصوا زي ما انتم شايفين انا عملت ايه في الملح. مليت البطرمان وبقيت الكيس مش هسيبه طبعا يبوظ يعني يقع منه حاجات، وما عنديش مش حابه فكره المشابك اللي هي المشبك اللي يمسك الكيس والكلام ده، لا بروح جايه لسعاها كده بالنار، بيروح جاي البلاستيك ده مقفول على بعضه كده ما بيصرش اي حاجه خالص. تمام. تمام كده. بعد ما حطيت طبعا الفلفل والكمون، كمون دي خلطه محشي باجيبها من عند العطار، بتخلّي طعم المحشي تحفة الصراحة. وحطيت مرقة دجاج وتوابل شوربة كمان عشان تدّي طعم حلو أوي، كأنِّك أنتِ إيه، ساقية بالشوربة، غير إن أنا برضه إيه، يعني هاسقيه بشوربة الفرخة. تمام. ابتديت إن أنا خلاص كده سِبت الطماطم تتعمل صلصة يعني، وحطيت عليها طبعًا نُص معلقة سكر علشان خاطر الحموضة، وسِبتها بقى وسِبت الفرخة تستوي. طبعًا أنا سالقة الكرنب وعيناه على جنب، مش هياخد منّي وقت أصلًا في التقطيع. فقُلت إيه، ألحق بقى أروّق الرخامات، ألِم الكركبة بتاعة المواعين وألِم المواعين كلّها في جنب واحد، علشان خاطر إيه، أحس إن الدنيا هديت حواليّا كده. طبعًا كمان كنت لامّة كنسة قبل كده كمان المطبخ ولامّة الزبالة في جنب، فالأرض نضيفة. تمام. يا دوبك بس هاشيل الإيه، الحاجات اللي أنا لمّيتها بس عشان أنا كنت غاسلة الجاروف، فالجاروف كان مبلول ما كانش ينفع إن أنا ألِم بيه، فرميتهم كده على جنب. وإيه، في الآخر برضه هالمّهم معاكم كده. تمام. ابتديت بقى إن أنا أشيل. بُصّوا كده جنب الشيّالة في هنا إيه، شوية مواعين مغسولين وكافياهم كده يعني قلبهم يتصفّوا على الرخامة. هابتدي برضه إن أنا أشيلهم كده وأرصّهم وأشوف الرخامة التانية برضه عليها مواعين متوسخة، هنشيلها مع بعض. أنا عايزة أقول لكم أنا مش هاغسل المواعين دي دلوقتي، أنا بس هالِم الدنيا كده إيه على قد أمّا أقدر معاكم، وأشوف لو محتاجة حَل هاغسلها، محتاجة شوية حاجات هتساعدني كده في أعمال الأكل. بحيث إن أنا إيه، يعني هاستغل الوقت اللي الطماطم تتعمل فيه صلصة واعمل أي حاجة، وفي نفس الوقت برضه إيه، أبقى حاولت إن أنا أهدّي الدنيا شوية. تمام. ابتديت بقى كده زي ما أنتم شايفين. طبعًا الصفاية اللي قدامكم دي أنا هاشيل بقى دلوقتي الجزء اللي تحت بتاعها ده، اللي هي بتنزّل فيه المَيّة. هابتدي بقى أشيله وأغسله. أنا عايزة أقول لكم المفروض الصفاية دي يا جماعة تغسلوها الغطا بتاعها اللي تحت يعني ده اللي مش مخرّم. بصوا اللي هي أنا هاشيل الصفاية الدورين وهي تحت الدورين اللي بينزل فيها المَيّة. دي عايزة أقول لكم لو أنتم بتصفّوا فيها على طول بالكتير أوي كل يومين تشيليه تغسليه. ده إذا ما كانش كل يوم، كل يومين، عشان المَيّة اللي بتنزل فيه بتفضل موجودة ما بتروحش في حتة، بتريّم بقى، بتعمل ريم كده، بتبقى مش لطيفة. لو قعدت معاكِ فترة طويلة ممكن كمان تعمل ريحة وتبقى حاجة مش حلوة. دي حاجة أنتِ مثلًا بتحطي فيها معالق، كوبايات، حاجات من كده اللي هي اللي تحت دي، فبتبقى المَيّة دي طايلاها. تمام. فحاولي إن أنتِ على قد ما تقدري تغسليها أول بأول. زي ما أنتم شايفين كده ابتديت ألِم. عايزة أقول لكم الرخامة دي بتلم لَم في البيت، يعني أي حد معدّي معاها أي حاجة بيحطها على الرخامة دي. الولاد معاهم كتب، معاهم اطباق، معاهم اي حاجه زي ما انتم شايفين. لو مثلا بنشيل الاكل من مكان ما بناكل وخلاص كده هنحطه بقى في المطبخ يتحط على الرخامه دي، بس اقرب حاجه مش هيكلفوا خاطرهم ويلفوا يروحوا يحطوا الناحيه التانية اللي عند الحوض او كده، او على البوتاجاز اي حاجه بتحط الناحيه دي. بصوا بقى كنت شاريه جردل للاريال ده بقى انا بستعمل ليدر للغساله بتاعتي الاوتوماتيك. هي طبعا بابها من قدام زي ما انتم شايفين. كنت لسه بقى جايبة الجردل ده عشان خلص من عندي، وجايبة بقى الكيس الصغنن اللي جنبه ده كمان علشان لو في اي حاجة اغسلها على ايديا، لان الريال الاوتوماتيك اصلا مش بيرغي، بحسه مش بينضف كمان لو غسلنا بيه على ايدينا. بصوا بقى كده ما كانش عايز يتفتح، عملت المستحيل. بما انه بيبقى عند بتاع المنظفات وفي عندهم سلك وكده، فالحرف ده دايما بيبقى مليان سلك.
فبخاف صراحة يجي في الاريال يبوظ لي الهدوم، لانه هيقفش في الهدوم ممكن كمان يصدي، فبضطر ان انا امسحه. بصوا المفروض كل مرة الجردل ده بيجي معاه بيجي معاه ازازة شاور جل. تمام. الشاور اللي هو بتاع بتاع الحمى ده، المرة دي جاي معاه اللي هو اللي هو بتاع غسيل الايدين. تمام. صراحة اقول لكم فرحت بيه قوي. ساعتها كمان كنت حتى عايزة اغسل ايديا، فقلت يلا فرصة واجربه بالمرة قدامكم. طبعا الازازة دي لما بتطلع من الجردل ده بتبقى غرقانة اريال، فبحطها بقى كده على جنب لحد ما اغسلها وانضفها، وبعدين احطها ايه في المراية بقى في الحمام على الصبانة كده. تمام. زي ما انتوا شايفين في 5 دقايق الرخامة بقت بتلمع، ما بحسش ان هي نطفت الا لما بلمعها كده بالصابون. لازم صابون، لازم ترغي، انا بحب الرغاوي كده، بحس ان بيدي راحة نفسية، بينظف. بصوا بقى هنا كمان كان فيه غسيل. طبعا بصوا انا حطيت في الاول الهدوم وحطيت كمان في الاخر كده شويه فوط، بعدين لقيت فيه هدوم كتير تانية لسه ما اتغسلتش، قمت جايه شايله الفوط، قلت مش مهم، عندنا فوط كتير جدا. المهم الجواكت الشتوي بتاع البنات والهدوم اللي هم بيلبسوها، لان انتوا عارفين ان في الشتاء بيتقلوا بقى، بيلبسوا كذا حاجه فوق بعض. بيحبوا يغيروا، بيبقوا محتاجين ايه، هدوم بقى، محتاجين كميه هدوم كده تكون موجوده. تمام. فشلت طبعا الفوط، رجعتها تاني، قلت اهم حاجه الجواكت. حطيت الجواكت، طبعا بتاخد مساحه في الغساله، بتاخد مكان كبير، وانا عندي الغساله اصلا 7 كيلو يعني بالعافيه، غيارين 3 كده اللي هو ايه كده يعني. طبعا كده حطيت الاريال بتاعها، وحطيت كلوروكس كمان اللي هو بتاع الالوان عشان ينضف كويس، وحطيت الدهون المعطر اللي احنا اشتريناه مع بعض. عايزه اقول لكم بقى تحت الرخام ده انا بقى ان شاء الله اليومين دول هنقفله مع بعض المونتال. مختاره الوان حلوه قوي هتعجبكم. هنقفله مع بعض وبوريكم بقى قبل وبعد، او زي ما انتم شايفين هو قبل اهو. ان شاء الله اشيل الغساله بقى الاوتوماتيك دي، هحطها في الحمام. انا الحمد لله كنت عامله حسابي وانا بشطب الشقه ان انا اعمل لها صرف، عامله لها اصلا صرف في الحمام، بس كنت عامله لها اللي تحت الحوض ده احتياطي صراحه. جينا بقى ندخلها في الحمام بعد ما خلصنا تشطيب الشقه وكده. ابو جنى لقاها ان هي حديد مش بلاستيك، وجديده لانج بقى من جوه، بس كان هي لسه طالعه من مصنعها، فصراحه خاف عليها ان الميه بتاعتلها لو هي موجوده في الحمام، وقال لي خلاص احنا هنحطها هنا، ولما نيجي ايه ننقلها نبقى نقفل لها المونتال حواليها وكده، نعمل لها وحده يعني بحيث تحميها من الميه اللي ممكن تقع عليها من البانيو. تمام. دلوقتي بقى اليومين دول وانا بقفل الالمونتال كده اللي هو تحت الرخام ده، كلمت الحد اللي هيعمله لي يعني يعمل لي تقفيله كده برضو في الحمام للغساله، بحيث ان هي ايه تحميها وكده. بس صراحه حسيت انه هيضايق الحمام جدا، وانا بحب الحمام يبقى واسع، وبحب اي حاجه قدامي تبقى واسعه، ما بحبش اضايق الدنيا. وفي نفس الوقت انا ما حسيتش خالص بالمره ان هو ممكن يحمي الغساله. عايزه اقولك الغساله انا شايفه ان اقل حاجه خالص تحميها يعني الكفر اللي عليها ده الجلد اصلا، يعني لو اي ميه هتيجي هينزل لتحت، فهي انا مش حاسه ان هي ممكن تتاذي في اي حاجه خالص، تسيب عليها الكفر بتاعها بس وخلاص، واحطها ايه في الحمام بحيث ان هي ما تضايقش علينا الدنيا. تمام. كده بصوا اهو، قلت نغسل بقى البتاع اللي جاي مع غسول الايدين بقى اللي جاي مع الاريال، لانه بيبقى مليان اريال من كل حته. نضفته كويس، وابتديت طبعا بالكوبايات زي ما انتم شايفين. طبعا كده احنا اصلا ملمعين الرخامات، شلت بقى المواعين حطيتها عليها كده، وابتديت ان انا ايه عايزه افضي الحوض، لان ما بحسش ان المواعين ينفع تتحط في الحوض الا وهو نظيف. انا بحس ان انا لو غسلت المواعين حطيتها في حوض مش نظيف بحس ان هي بتتوسخ تاني، لان بقى الميه اللي فيه ميه مش نظيفه، والحوض نفسه مش نظيف، فبحس انه لا ما ينفعش، انا عايزين نظبط الدنيا كده وايديه وتبقى الدنيا نظيفه. بصوا انا حطيت الاسبونشا، وفي مواعين مش بتنضف بالاسبونشا بس، وانا ما بحبش اغسل المواعين بسبونشا بس ابدا الا اذا كانت تفال. لازم اغسل بالسلك البلدي اللي هو سلك المواعين البلدي العادي ده، بحس ان الدنيا بتنضف وبتلمع كده وبتتلمع يعني. فجبت حته سلك بلدي، ورحت جايه حطاها في ظهر الاسبونشا، وبقيت اغسل من الناحيه اللي فيها السلك. الاسبونشا دي بتساعد بس على انه يرغي مش اكتر، يعني بتساعد على ان الصابون ما يخلصش بسرعه من السلك. بصوا هنا عايزه اقول لكم البتاعه دي لزقت في الحوض، جيت اشيلها راحت جايه طالعه. يعني بصوا جننتني لحد ما عملتها يعني، بس انا ما يئستش، انا حاولت على قد ما قدرت، حتى اتعورت ازاي. فاللي هو ايوه ما صدقت خلاص عملتها، تنتني وراها شويه كتار يعني، ما غركوش ان انا مزرعه الفيديو، انا فعلا قعدت فيها شويه كتار. هنا البانيو اتدلق مني بالصابون اللي فيه. قلت لا الحق استغل بقى الايه شويه الصابون دول، ورحت جايه غاسله الفوطين بتوع المطبخ دول.
طلعت كل اللي فيهم كده وخليت، بصوا هم كانوا شربوا الصابون كله بقى يعني، فالبانيو وقع فوقهم اساسا. تمام، يعني لسه ما بدأتش اي حاجة، وكنت حاطة شوية صابون كتير جدا، وراح جاي بيه وواقع في الحوض كله، فيلا مش مشكلة. ابتدي بقى ان انا احط غيره، ابتدي اغسل المواعين اللي انا نقلتها دي. انا طبعا نضفت الناحية التانية من الرخامة علشان خاطر برضو ايه، اصفي المواعين على الرخامة دي وعلى الصفاية، لان ايه المواعين كتيرة برضو على الصفاية اللي انا جايباها للمواعين دي. بصوا بقى هنا، لقيت التسبيكة اتسبكت، قلت بقى ايه، بما ان الحوض نضيف بقى نغسل شوية الرز ده كده ونحطهم في التسبيكة بتاعة المحشي، ونقطع الخضرة ونظبط الدنيا بحيث ان الدنيا تبقى تمام زي الفل. آه، اظن ان انتوا نسيتوا ان احنا كنا بنعمل محشي. والله العظيم انا نفسي نسيت. بصوا بقى كده ايه، احنا شويه الشغل اللي احنا عملناهم ان احنا نضفنا الحوض ونقلنا المواعين وظبطنا الدنيا ده، على بال بس ما ايه، ما اشوف بس التسبيكه والدنيا. طبعا هرجع للمحشي بتاعي، هقطع الخضره وابتدي ان انا بقى ايه، احشي المحشي الاول واحطه يستوي. ماشي، المفروض ان انا قلت وهو المحشي بيستوي انا هخلص بقية شغلي، صراحة ما عرفتش. احنا كلنا وظبطنا، انا ما عرفتش ان انا ايه، آم، يعني قصدي ما عرفتش ان انا والمحشي بيستوي يعني ان احنا نعمل حاجة، لا الصراحة وكنت مشغولة. فقلت خلاص بقى مش مشكلة، ناكل بقى براحتنا وكده، وبعد كده ايه، يعني خلصته خالص وحشيته وسويته وكلنا. وبعد كده قمت بقى ايه، نغسل بقى المواعين، وقلت بالمرة نغسل المواعين بتاعة الاكل معانا، واكون خلصت كل اللي ورايا بقى ايه وقعدت. عايزه اقولك ما احلى احساس انك تخلصي كل اللي وراكي ده. مع ان الشغل ما بيخلصش، بس برضه بتحسي ان انت ايه، على الاقل خلصتي كميه الشغل المفروض ان انت تعمليها في اليوم ده يعني. تمام، بصوا بقى دي الحله الصغيره اللي انا ايه عملت فيها المحشي، حلتين دول، الحله دي ودي. دي طبعا مش عارفه كنت سالقه فيها ايه، وكنت عامله فيها حاجه فكانت ايه مزرقه، فقلت اغسلها بالايه المنظف ده اللي هو بتاع المواعين. والحله التانية طبعا اهي في ايديا، قلت بقى ان انا ايه اغسلهم. طبعا لازم ارغي كويس قوي وصابون وادعك كذا مره بعد المنظف ده علشان خاطر يخرج من الايه من الحله عشان الاكل بقى. تمام، هنا ابتدينا ان احنا ايه ننضف الحوض من الحاجات اللي فيه. الحمد لله انا بحمد ربنا على الصفايه دي، كل ما تشيلي الحاجات دي، كل ما اشيل من قلبها شويه حاجات اقول يا الحمد لله، مش عارفه من غير الصفايه دي كنت هروح فين. برمي اي حاجه في قلب الحوض وانا مش قلقانه على إن البلاعه تتقفل ولا الكلام ده، ولا يحصل بقى الميه تضرب والكلام. بصوا بقى، قلت بالمره اغسل البوتاجاز، انا كده كده خلصت اللي عليه، بس هو سخن بقى. يعني شفتوا لو لاحظتوا العين الكبيره دي بيطلع جنبها دخان. البوتاجاز لما بيتغسل وهو سخن بينضف كويس، وفي نفس الوقت كمان انا ما اتعودتش الصراحه ان انا اسيب البوتاجاز بتاعي مش نظيف. انا عايزه اقول لكم انا حماتي ممكن تغسل البوتاجاز وهو لسه عليه حلل بتستوي يعني. مش بعد الاكل كمان، لا هي عندها البوتاجاز ده مقدس، لازم ما اسيبش اي حاجه، وما تنامش بالليل الا يعني ما تنامش وفي طبق في الحوض. انا عندي لا، لو راجعه من شغلي تعبانه او خلاص بقى اشتغلت كتير طول اليوم والكلام ده فكفايه عليا خلاص مش قادره، تاني يوم نكمل كده كده الشغل مش هيخلص ولا حاجه. لا هي ما تبيتش طبق، ما تبيتش كوبايه متوسخه، ما تبيتش بوتاجازي مش نظيف، لازم كل حاجه في وقتها. بس طبعا يا جماعه ربنا يديها الصحه، بما ان هي موجوده في البيت طول الوقت مش بتشتغل زي مثلا، فلا حقها وحق اي ست ان هي تاخد بالها من بيتها وتحرص على قد ما تقدر. بصوا بقى هنا كنت حشيت المحشي، بصوا السرعه يا جماعه. عملت الحله دي والحله دي. طبعا هسوي بقى الحله اللي هي الكبيره اللي الناحيه دي عشان حسيت الصغيره مش هتكفي. حتى قلت الولاد لو جعوا في اي وقت تاني ولا حاجه بقى شويه مش مشكله ياكلوهم عادي. تمام، هنا بقى كده هنولع على المحشي وهنسقيه. انا مظبطه الشوربه بقى على قد، بصوا يعني حاطه فيها كل حاجه، حبهان ورق لوري وقرفه خشب وتوابل شوربه كمان ناعمه، حاطه فيها كل حاجه. والزعتر يا جماعه بموت في الزعتر، بحبه جدا في اي شوربه في اي اكل، جميل بشكل. هنا بقى بصوا السرعه، بصوا السرعه المحشي استوى. زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت ايدي كده على كذا صباع لقيته ايه طري كده يعني استوى. فقلت خلاص بقى ايه كده الحمد لله استوى. كنت عامله برضو لسان عصفور بس ما صورتوش معاكم، هو هنا كده كان بارد، فقلت ايه ان انا اسخنه واحمر الايه الفراخ. عايزه اقول لكم الفرخه دي اتاكل منها ورك. اتاكل منها ورك عشان انا كنت جعانه جدا، فجبت بقى الورك التاني. يعني هي كانت قسمتها بقى كده نصين، رحت جايه واخده منها الورك من الناحيه التانية وبتاع، وقلت لما مش قادره بقى اخد تصبير هموت من جوع خلاص. فكلت بقى، ومن هنا في الوقت ده كده كنت عملت ايه، قلت اسخن لسان العصفور. طبعا بما انه لما بيبرد يعني ساعات بيقفش في بعضه، فقلت بقى احط عليه شويه شوربه سخنين كده يبقى فيه شوربه، اما نيجي نغرفه ونحط عليه شويه ليمون كده، نعصر الليمون في الشوربه دي يبقى جامد.
والفراخ طبعا حمرتها، ورحت جايبه عارفه المحشي شويه محشي. عايزه اقول لكم والله العظيم كانوا سكر، لسبب بقى كرنب كمان كان صابح. يعني انا بحب لما اعمل كرنب او لما اجيب كرنب يا يتعمل يومها يا بالكتير قوي تاني يوم. ما احبش الكرنب يقعد كتير في التلاجة، لو قعد بيجلد وبيصفر وبيبقى مش حلو، حتى لو ما جرالوش اي حاجه بيبقى برضه طعمه مش مسكر كده زي الصابح. الحاجه الفريش مفيش احسن منها ابدا. عايزه اقول لكم بالف هنا وشفا. الفراخ دي سكر، الفراخ دي من الفراخ بتاعتي اللي انا مربياها، اللي نزلت لكم صور ليها وهي كتاكيت. جميله ما شاء الله. يعني عدت الشهر اهي، تحس الفراخ صغنونه شويه بس يلا مش مشكله. عايزه اقول لكم والله العظيم طعمها كان جميل، ما خليناش منها حاجه. لسان العصفور طبعا زي ما انتم شايفين كده، وبرده عصرت عليه ليمون. المحشي بقى، المحشي يا جماله كده وهو بيتغرف وهو الدخان بتاعه يا. عايزه اقول لكم الشتاء مش عايز غير محشي يا جدعان. محشي وبطانيه وشويه، يعني شويه ايه دفايه بقى جميله جنبك كده. وسلام بقى لو النت كده شغال جنبك، الله شويه مشاريب سخنه. لا يا جدعان الشتاء عندنا مختلف. الشتاء عندنا مختلف، فشار ومكسرات وسحلب باللبن وحاجات كده يعني. بصوا بقى طبعا كده كده كنت طلعت بقى الغسيل اللي كان بيتغسل. هنا الغسيل طبعا انا حاطاه معاكم، طلعته الحمد لله كده كان خلاص اتغسل يعني. وطبعا بما ان انا غرفت فكده خلاص كلنا الاكل يعني. كلنا بقى كده وايه، خلصنا كل اللي ورانا وقلت بقى ايه، اهو بقى اغسل شويه المواعين. كلنا حلينا وشربنا الشاي، اكل وفاكهه اهوت وشاي والدنيا جميله. ابتدي ان انا الم بقى، الم الحاجات دي كلها، امسح الرخامه تاني على السريع. والبوتاجاز طبعا زي ما انتم شايفين مطرح تحمير الفراخ كان مطرطش زيت جامد، فبرضه لازم ايه ياخد شويه رغاوي كده. اهم حاجه الرغاوي دي، اصبنه كده زي ما بيقولوا، يعني اجيب عليه صابون. الصابون هو اللي بيضيع الايه الدهون دي. تمام. فالبوتاجاز مش هياخد ثانيه يعني يا جدعان. بصوا بقى الواحد بيدعك كده وراح جاي شادد بالفوطه وشكرا. ما تكسليش عن الحاجه. عايز اقولك لما بتكسلي بيتبقع مره على مره على مره بيتحرق. بدل ما ياخد منك ثانيتين هياخد منك ساعه. فبلاش انت تهملي في الحاجة، عشان ده بيأثر عمرها. يعني انت تهملي في الحاجة بيأثر عمرها. تمام. عايزة اقول لكم انا بجد بقى لي فترة كده نفسي ان انا اشتري بوتاجاز 5 عيون. آم، يعني في الاول لما جبت البوتاجاز ده، مش هتصدقوا انا جبته ليه. انا اصلا كمان قبل ما اجيبه وانا نفسي في بوتاجاز 5 عيون، لان كان بتاع جهازي برضو 4 عيون. كان مطبخي صغنن جدا، يعني بفتح التلاجة بلزق في البوتاجاز. يعني مش انا اللي بلزق، باب التلاجة بيلزق في البوتاجاز. والتلاجة قافلة على رفين من المطبخ وحاجة، يعني الحمد لله رضا رضا نعمة الحمد لله. وبما اني راضية ربنا الحمد لله وسع عليا، عمري ما افتريت ولا قلت لا ولا وحش ولا اي حاجة، رضا الحمد لله. فربنا اداني بقى المكان الشقه اللي انا قاعده فيها دي، بس ما كانتش اتشطبت يا جماعه تفرق. لما ما كانتش متشطبه كان الحمام اللي فيه البانيو ده اللي كان المطبخ، والحمام بتاع الشقه كان الحمام اللي هو بتاع الماستر روم. فكان المكان ضيق جدا، فعملت تعديلات في الشقه وقفلت باب الحمام الصغير وفتحته على اوضه النوم بقى ماستر روم، اوضه بحمام. والمطبخ اللي هو الباب اللي في وش ده، الباب اللي في الوش ده على طول الفضي ده اللي عند ايد المشي ده كان المطبخ يا جماعه. كان ارش ومطبخ وعلى اليمين كده باب الحمام. تمام. قفلت بقى يعني عملت بقى المطبخ ده حمام وببانيو بقى، حمام واسع بقى اوسع من التاني. تمام. ورحت جايه بانيه المطبخ ده في الصاله. الحيطه اللي فيها الحوض دي هي اللي اتبنت، والرخامه دي زي ما انتم شايفين برضو محطوطه على حيطه، حيطه كده لحد اللي هي لحد الرخامه دي. تمام. فبنيتها منها عملت مطبخ، ومنها كمان دريت الاوض، لان اللي كان بيقف على باب الشقه كان بيشوف الاوض. فكده دلوقتي خلاص بيشوف الحيطه اللي هي بتاعه المطبخ دي من ظهرها من ناحيه الصاله، والطرقه مقفوله بستاره. تمام. فطبعا كان المطبخ بتاعي صغنن، فما كانش ينفع برضو بوتاجاز كبير. تمام. فاضطريت ان انا اجيب البوتاجاز ده. انا لو اعرف ان في يوم من الايام الشقه ممكن تسمح ببوتاجاز كبير والله العظيم كنت جبته. فطبعا انا اليومين دول نفسي بقى قوي ان انا اشتري بوتاجاز 5 عيون. الحمد لله وانا بشطب انا عملت حسابي وسبت 90 سنتي، يعني سبت المساحه ما تبقاش مساحه البوتاجاز الصغير، سبت مساحه بوتاجاز كبير عشان لو حبيت اغيره. قاعده مع واحده صاحبتي من كام يوم بقول لها نفسي اشتري بوتاجاز كبير، بس تعبان عليا البوتاجاز الصغنن ده ما بقالوش سنتين يعني، حاساه جديد حرام ممكن كمان يتباع بسعر قليل قوي. قالت لي والله الجدعان انت بس واشتري، ولما تيجي ايه تشتري بيبيعي لي ايه ده، لما تيجي تبيعي بس قولي لي، يعني قولي لي ان انت عايزه تبيعي. قلت لها بجد؟ قالت لي والله بجد. قلت لها ده انت شجعتيني ان انا اشتري. كان صعبان عليا والله، بس قلت لها هو في عيب واحد بس،
الشواية مش بتشتغل مع الفرن، يعني الشواية الفرن بتسوي، هو زرار واحد بيشغل الاتنين، بتسوي الأول في الفرن وأول ما بتخلصي بتطلعي على الشواية وتشغلي، لأنه زرار واحد. أما بتاع جهازي هو زرارين، يعني واحد للفرن واحد للشواية، ممكن تشغليهم الاتنين مع بعض عادي. فحاسة ان دي مشكلة جامدة جدا بالنسبة لي. انا لو بسوي حاجة زي عيش فطير مش عارف ايه، حاجات من المخبوزات دي بتبقى عايزة الاتنين شغالين، مش عايزة حاجة واحدة. زي مثلا صينية مكرونة بشاميل عادي، ممكن اسوي ارضيتها وبعد كده ارفعها تحمر الوش عادي. فاهمين؟ في حاجات كده معينة لا، لازم الاتنين مع بعض. او على الاقل ما اطفيش الفرن، يعني لما اجي اشغل الشوايه ما اطفيش الفرن عشان ما يبردش، ومش هقعد كل شويه يعني بسوي كذا حاجه ورا بعض، مش هقعد كل شويه اسوي الظهر وبعدين اسوي الوش واسوي الظهر والوش. فصراحه يعني نفسي قوي، نفسي اشتري البوتاجاز ده، بس عارفه اللي هو القرار بس انك تاخدي الخطوه ده. طبعا انتوا عارفين ان انا اليومين دول بجيب ركنه جديده، انا وريتكم في الفيديو اللي فات او اللي قبله مش فاكره الصراحه، وريتكم الركنه وهي خشب، هعمل لكم فيديو ليها جميل قوي وهي خشب كده، وهي بتعمل سفنج وبتتنجد وهي بتتفرش في الشقه. ادعوا لي بس ان شاء الله ربنا يكملها على خير يا رب ويبعد عننا العين. عشان انا الركنه دي خلاص طلعت عيني على ما اتعملت، طلعت عيني. ان شاء الله نستلمها في اقرب وقت ممكن. وزي ما قلت لكم برضو ان انا ابو جنى بيعمل عمره، فهو بره دلوقتي، ربنا يجيبه لنا بالسلامه يا رب يتقبل منه. بس عايزاها تيجي بقى قبل ما يجي، انا كل حلم حياتي ان هي الركنه دي تيجي قبل ما يجي، عشان كده عامله له مفاجاه. يجي يلاقي تغيير كده في المكان. وفي نفس الوقت برضو بقفل الالومنتال زي ما قلت لكم كده، فادعوا لي واتمنى قوي بجد الالوان تعجبكم، الوان الالومنتال والوان الوان الركنه. عامله شويه حاجات كده جميله، ان شاء الله تعجبكم يا رب. ادعوا لي بس كده ربنا يكملها على خير، وافرحوا معايا كده وافرحوا لي، عشان انا بصوا حبوهم، حبوا الركنه واحب الحاجات دي، عشان انا حبيتها وحلمت بيها وقعدت فتره طويله. بصوا يا جماعه، انت احلمي وسعي عشان تحققي حلمك، هتلاقي نفسك بتعملي حاجات كتير بتفرحك. انا والله العظيم الحاجات دي حلمت بيها، يعني انا حلمت بحاجات كتير قوي، هقول لكم مش كلها اتحققت، بس بتتحقق حاجه ورا حاجه، ومفيش حاجه بتتحقق الا بالصبر وبالشغل. يعني اصبري وقولي يا رب واشتغلي، بس اسعي على قد ما تقدري. وفري وحوشي وعيني، مش تحرمي نفسك ولا تحرمي ولادك، بس على قد ما تقدري امسكي ايدك، لان الزمن ده مش عايز بعزقه بقى وفرتكه فلوس والكلام ده. ويعني ربنا قال ان الله لا يحب المسرفين. يعني بصي ايه، ولا تبسطها كل البسط، ولا يعني ولا تقعد مذمومة مدحورة، اللي هو ايه يعني، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا كده ولا كده. تمام. فحاولي على قد ما تقدري واحلمي، ومفيش حاجة صعبة، كله بالشغل بيجي، كله بالتعب وبالصبر. بس أهم حاجة الصبر. أنا الحمد لله أنا كانت شقتي 50 متر، ربنا وسع عليا وخدت الشقة دي، فكل حاجة واحدة واحدة، كله بيجي مع الوقت ومع الزمن. بس ما كنتوش تعملوا عيالكم صغيرين مش تعرفوا تعملوا حاجه، العيال بتكبر والحاجه بتغلى، وكل ما بيكبروا كل ما احتياجاتهم بتكتر. يعني مش هيبقى عندك عروسه بتتجهز وتبقى عايزه تجيبي لنفسك، فجدعاني وجيبي وعيالك صغيرين، اعملي، ما كنتش تعملي دلوقتي تعملي امتى؟ وقتي حاجات في البيت، حاجات البيت عدل، يعني دايما حماتي تقول لي الحاجه في البيت عدل، لما اجيب سجاده فريشها احسن مما اجيب حاجه كلها. بس برضو ما تحرموش عيالكم، ما تحرموش نفسكم، وطلعوا اولادكم شبعانين. ما تمسكيش على ايدك قوي لدرجه انك تجوعي عيل، تطلعيه نفسه في كذا او نفسه في كذا، لا، نجيبي له لحوم ونجيب له فواكه وجيبي له كل اللي نفسه فيه. ما تخليش عيل طالع باصص عينه على حاجه عند حد. تمام. زي ما انتم شايفين كده، انا كنت خلاص بقى كده خلصت المواعين، بما فيها اللانش بوكس بقى بتاع جانا وبتاع جودي بتاع المدارس والحضانات. عايزه اقول لكم والله، يعني هم قاعدين بقى لهم كام يوم، بقى لهم حوالي 12 يوم او 15 يوم بقى قاعده جودي من المدرسه من الحضانه. اما جانا غصب عنها يعني بتروح، لان ادعوا لها يا جماعه والله عندها امتحانات الشهر، وكمان عيانه بيعملوا جلسات تنفس وتعبانين. بصوا ربنا اللي يعلم بحالهم، بيطلعوا من حاجه بيقعوا في حاجه، واخدين الدور اللي ماشي. ويعني خدوا في الاول الاحتقان، وخدوا بعد كده التهاب شعبي، وبيرجعوا حالتهم. بصوا كل يوم بيطلع لهم حاجه شكل. ده اللي بيخليني متأخرة عليكم في الفيديوهات، معلش والله اعذروني، انا عارفة ان انا بقالي حوالي 6 ايام مثلا ما نزلتش فيديوهات، بس والله العظيم غصب عني. عايزة اقول لكم احنا يعني ربنا اللي يعلم بالعيال، تعبانين الاتنين، وكمان في امتحانات جنى، فانا ما كانش ينفع الفترة دي. يعني الاسبوع اللي فات كله من يوم الاحد ليوم الخميس امتحانات عند جنى في امتحانات الشهر.
في سنة، هي في 6 ابتدائي. أكيد كلكم عندكم ولاد في البيت وعارفين إن في امتحانات شهور وعارفين. بصوا، أنا ما باعرفش إن أنا أتأخر عليكم والله العظيم بقى. أنا أصلًا وحشني الكلام معاكم، وحشني إن أنا يكون يعني وحشني التصوير والمونتاج، ووحشني الكلام معاكم، ووحشني كل حاجة، وإن أنا أتابع تعليقاتكم ومشاهدات الفيديو. أنا عايزة أقول لكم بس أنا غصبٍ عني والله، تعب الولاد والامتحانات، وكمان كانت جودي كل ما تبقى تعبانة أم زمزقة باديها التليفون، فمش مالكة التليفون إن أنا أصلًا أصور أو أمنتج أو كده، غصبٍ عني أصلًا ما كنتش فاضية أعمل حاجة. تمام. كمان عايزة أقول لكم بقى الفترة اللي إحنا قعدناها كده ما بنصورش دي، بهدلنا بهدلة. هتشوفوا روتينات قوية جدًا الفترة اللي جاية هاصورها لكم كلها، مش هاروّق حاجة ولا أعمل حاجة إلا أمّا أصور لكم. وزي ما أنتم شايفين بقى كده خلاص الدنيا راقت ونطفت وبقت زي الفل، المواعين اتغسلت واتصفت، الرخامات زي الفل، البوتاجاز خلصنا المحشي وعملناه وكلناه، وكده هنشيل كمان الزبالة اللي إحنا كنا راكنينها في الأرض عزكم الله. أتمنى لو عجبِك الفيديو وما زهقتيش من رغيي تدخلي تقولي لي في التعليقات، وتحطي لي اللايك. أهم حاجة حطي اللايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد لو أنتِ جديدة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد على خير بإذن الله. مع السلامة.